ينعاد علينا بالخير والمن والبركات بإذن الله جميعا. أكيد لاحظتم بأنه منذ مدة لم أعمل فيديوهات للحديث عن ما كنت أسميه دائما بشؤون بلدي التي تخص مواضيع بعيدة عن المجال الرياضي، ولكن صراحة مع نهاية شهر رمضان، أعتقد ليلة العيد الماضي، وفي تواصلي مع أحد الأصدقاء والزملاء الإعلاميين الجزائريين المقيمين في لندن، واحد من الإعلاميين والمثقفين والذين لديهم باع كبير جدا في مجال السياسة والثقافة والأدب والفكر، تواصل معي، حفزني واستفزني نوعا ما بين قوسين بعدما أبدأ تذمره الكبير جدا وامتعاضه وأسفه واشمئزازه أيضا الكبير جدا، وعبر لي عن كل مشاعر الحسرة وكل مشاعر الأسف عن الدرجة التي بلغتها الحملة التي تتعرض لها الجزائر خلال الأسابيع، خليني نقول الأشهر القليلة الماضية. حملة كبيرة جدا، كنا نعتقد من أناس كنا نعتقد بأنهم جيران، وكنا نعتقد بأنهم إخوة، وبأنه مهما كانت وبلغت درجة الاختلاف عمرها ما تصل إلى درجة الفجور في الخصوم. تحولت هذه الحملة إلى سياسة تقريبا ممنهجة لتهديم وتحطيم والتشكيك في كل ما هو جزائري بصفة عامة. بلغ بهم الأمر درجة التشكيك في هويتنا، بلغت بهم الأمر درجة التشكيك في عقيدتنا، في ماضينا، في حاضرنا، في مستقبلنا، في ثورتنا، في شرفنا، في الكثير من الخصوصيات الجزائرية، وبلغ بهم الأمر درجة التشكيك حتى في جغرافيتنا، من خلال حديثهم عن مناطق جزائرية ليست جزائرية أو صارت جزائرية بعد الاستقلال الجزائر مباشرة لأسباب تاريخية. هذا التنبيه صراحة من الأخ، والذي أنا أيضا لاحظته بشكل كبير جدا، وأكيد لاحظتموه من دون شك أنتم كذلك، كل واحد من موقعه، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الكثير من وسائل الإعلام، شدني واضطرني لكي أعمل هذا الفيديو الخاص وأعلن بالدرجة الأولى وبشكل رسمي وصريح دعمي لفكرة اللاعودة التي طرحت على مستويات عدة رسمية وشعبية بسبب ناس تجاوزوا كل الحدود في كل شيء، وبسبب ناس أيضا لا يبدو أنهم سيتوقفون عند هذا الحد. وبالمناسبة أيضا أعلن كذلك دعوة أو وجه دعوة لكل الجزائريين، سواء كانوا مؤسسات أو منظمات أو جمعيات أو أفراد، لكي أدعوهم بهذه المناسبة إلى الالتفاف حول وطنهم. أدعوهم إلى الرد، لا أدعوهم إلى التهكم ولا إلى التهجم ولا إلى سب الناس ولا الافتراء عليهم ولا انتهاك خصوصياتهم ولا شرفهم ولا تاريخهم ولا ثقافتهم ولا عاداتهم ولا مبادئهم. فقط أريد أن أدعو الجزائريين إلى الدفاع عن جزائرهم. أدعو الجزائريين إلى الدفاع عن حملة الاختطاف التي تتعرض لها الثقافة الجزائرية والتراث الجزائري والتاريخ الجزائري، لدرجة صاروا ينسبون نجاح الثورة واستقلال الجزائر إلى أنفسهم. هذه الجزائر التي لا يعترفون بها قبل سنة 62، من جهة يقولون بأن لهم الفضل في استقلال الجزائر، ومن جهة لا يعترفون بهذه الجزائر قبل سنة 1962. أنا هنا طبعا لا أدعو إلى رد الفعل بنفس الشكل كما قلت من البذاءة والسخافة والحقارة وقلة الأدب. لا أدعو كذلك إلى التعرض إلى أعراض الناس ورموزهم وشرفهم، لكنني أدعو الشعب الجزائري كله، أقول كله،
بكل أطيافه إلى الفعل والانخراط في الدفاع عن قيمنا ومبادئنا وشرفنا وقيمنا وهويتنا وتورثنا ومكتسباتنا وأجيالنا الصعيدة. أدعو بالدرجة الأولى النخبة، أدعو المثقفين، أدعو المؤرخين، أدعو الكتاب والأدباء والشعراء والممثلين وحتى الفنانين والرياضيين، وأدعو بالدرجة الأولى كذلك المؤثرين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للانخراط في عملية، خلينا نسميها عملية التوثيق وإعادة النظر كذلك في العديد من المصطلحات التي كنا نستعملها في منظومتنا التربوية والدراسية. نعود النظر في الكثير من المصطلحات التي كنا نستعملها عادة على نياتنا طبعا، ويستعملها غيرنا بخبث كبير وكبير جدا. بشكل دقيق أريد من خلال هذا الفيديو أن أدعو بالمناسبة مؤسسة الدولة خاصة وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في المقررات الدراسية. أنا قلتها من زمان ونكررها اليوم، خاصة في مادتي التاريخ والجغرافيا، دون خجل ودون تردد ودون رحمة إن اقتضى الأمر. من خلال وزارة التربية أدعو كل المؤسسات للقيام بواجبها بما في ذلك وزارة الاتصال من خلال وسائل الإعلام وفتحها لهؤلاء المثقفين والمفكرين والكتاب والمؤخرين لكي يخرجوا إلى الشعب الجزائري بكل ما يجب أن يقولوا عن تاريخ شعب عظيم وتاريخ بلد عظيم. أدعو وزارة الثقافة من خلال مراكزها ومديرياتها ونشاطاتها أيضا إلى رد الاعتبار للهوية الجزائرية الثقافية. وزارة السياحة بكل مرافقها كذلك. وزارة الشباب والرياضة بدور شبابها بأنديتها وجمعياتها ونخبتها ورياضيها ومدربيها وإداريها وكلهم. أدعو أيضا بالمناسبة لملا وزارة الدفاع الوطني ووزارة المجاهدين بمجاهديها وبمتاحفها وموروثها الثقافي الثوري. وأدعو كذلك وزارة الشؤون الدينية من خلال مساجدها التي تعتبر واحدة من المقومات والعوامل التي تساهم في بناء الشخصية بالإضافة إلى الأسرة والشارع والمدرسة. المسجد أيضا عنده دور على غرار دور المنظمات والجمعيات التي ينتمي إليها كل طفل وكل شاب جزائري. علاش؟ لأنه تيقنا وبدأنا نتيقن كل مرة أنه لو تضعف الجزائر وتسقط سيتكالبون عليها كلهم. لذلك علينا أن نتجند، علينا أن نكون أقوياء، وعلينا أن ندعو ليكون جيشنا قوي وقوي جدا كلما اقتضت الضرورة ذلك، وجبهتنا الداخلية أيضا تكون قوية جدا. للأسف الشديد التكالب لم يقتصر على الغريب كما لاحظتم في الآونة الأخيرة، بل تجاوزه إلى القريب الذي تجاوز بدوره كل حدود اللباقة والأدب والأخلاق، تجاوز كل حدوده في الفجور وفي الافتراء وفي الكذب